مركز عصير الليمون، العصير اللي رح ينقذنا بأيام الشهر الفضيل، بارد ومنعش وبروي العطش وسريع التحضير، ومتأكدة لو جربتوه بهالطريقة رح تدعولي عليه. استخدمت 3 كيلو من الليمون، غسلته ونشفته من المي، وبقشرة البطاطا أزلت القشور، وأضفت عليهم كوب سكر ناعم والحبيبات وفركتهم كتير منيح وتركتهم على جنب. وبالنسبة لحبات الليمون رح نتخلص من الراس من فوق ومن تحت، وضروري نتخلص من اللب الأبيض لأنه هو اللي بيعطي طعم مرار. بنقطعه لشرايح، وإذا في بذور بنتخلص منها. وهيك صار شكل القشور بعد ما تركتها مدة مع السكر. بحطها بصحن واسع وعميق وبضيف عليها الليمون ومقدار من السكر. أضفت لكل 3 كيلو ليمون كيلو ونص سكر. فيكم تزودوا من كمية السكر لكن لا تقللوا عن الكمية اللي استخدمتها. وبالخلاط اليدوي خلطهم لنعم معي القوام. بصفي العصير وبتخلص من باقي القشور، والمتبقي بالمصفاة رح نتركه على جنب لنعمل منه عصير. وهذا قوام ولون العصير اللي طلع معنا. بنوزعه بعلب محكمة الإغلاق ومندخلها الفريزر، وصلاحيته فيها تضل معنا لعدة شهور. وكخطوة اختيارية بالنسبة لإلي كتير فضلتها، خلطت جزء من العصير مع بعض من أوراق النعناع واحتفظت فيه بعلب محكمة الإغلاق بنفس الطريقة. وبالنسبة للمتبقي اللي احتفظنا فيه بالمصفاة، بنحطه بجك الخلاط وبنضيف عليه مي ونعناع وبنخلطه وبنصفيه وبنقدمه مع الثلج. وبالنسبة لطريقة تقديم مركز عصير الليمون، وقت ما نحتاجه بنطلع العلبة وبناخد المقدار اللي بدنا إياه مثل ما انتم شايفين، قوامه لين ما رح يجمد، وبنخففه بالمي وبنضيف الثلج وشرايح الليمون وبالعافية.